يا جماعة الخير، نحتاج إجابة واضحة وصريحة، نعم أم لا. رئيس الفيفا إنفانتينو صرح في خبر عاجل بأنه تلقى اتصالا من رئيس الاتحاد الإفريقي يطلب منه التدخل من أجل قبول الجزائر لاستضافة كأس إفريقيا 2028، خاصة وأن الجزائر تمتلك ملاعب عالمية بمواصفات خرافية نالت إعجابه شخصيا. لكن المفاجأة الكبيرة حسب التصريح كانت أن الجزائر ليست لديها أي نية أو استعداد لاستضافة البطولة في الوقت الحالي، ليس لسبب تقني، بل بسبب ما تعرضت له من ظلم كبير خلال الفترة الماضية. والأكثر من ذلك أن المستندات التي قدمت كانت صادمة، وكشفت ملفات حساسة وخطيرة تتعلق بالكاف وبعض الأطراف الأخرى. إنفانتينو أكد أنه سيفتح هذه القضايا وسيتم محاسبة كل المتورطين، كما عبر عن احترامه لقرار الجزائر بعدم استضافة البطولة، معتبرا أن هذا قرار شعب حر لا يقبل الرشوة ولا الفساد. الآن السؤال موجه لكم أنتم، هل أنت مع هذا القرار؟ نعم أم لا؟